الشوط الاول من ماتش المغرب خلص، وكان في ظاهره غريبه جدا. ياسين بونو قبل ما الماتش يبدا وهو بيقول العلم جاله تقريبا داخ، فاتغير ونزل الجون وعمل اللي عليه بصراحه. ولازم نشكر منتخب المغرب على الاداء اللي قدمه دوت، واداء محترم ولا اروع ولا اجمل بصراحه في الدفاع. بس ناقصه بس شويه في الهجوم، يظبط الدنيا شويه، لان الهجوم كان ضايع خالص. كان محتاج شويه يهاجم شويه فرقه بلجيكا، وخصوصا دفاع بلجيكا بطيء جدا جدا جدا، ولازم يستغل حاجه زي كده. ماشيين كويس بالماتش وبيدافعوا كويس جدا، وهو ده المطلوب. وطلع الشوط الاول 0-0، والجون اللي اتلغى بتاع الاوفسايد كان نفسنا يكمل. بس الشوط التاني لازم المغرب يكسب على الاقل عشان يتأهل للدور التاني. لازم الماتش ده يطلع مكسب، وانا شايف ان الماتش هو مش سهل، بس المغرب يقدر بالعناصر الموجوده والجودات الموجوده، فالمغرب يقدر ان هو يكسب الماتش دوت. مجموعه صعبه جدا بصراحه، اصعب مجموعه فيها منتخب عربي هي المجموعه دي، هي والسعوديه. بس المجموعه دي اصعب لان فيها اتنين، بلجيكا وكرواتيا وكندا، وخصوصا بعد ما كندا فاجئتنا بالاداء الجامد جدا اللي قدمته. ماتش صعب، لازم المغرب تكسب عشان ان شاء الله تروح لبعيد في المونديال. والجوده والعناصر الموجوده بصراحه لازم يروحوا بعيد. الشوط التاني هيبدا وهنشوف هيحصل ايه. يا رب المغرب يكسب.